فأكو فرد طفل ضرب له طفل، بس ويا ضربته للطفل سوى فرد حركة في المدرسة. شنو هاي الحركة؟ ما حد يعرفها شنو، بس بعدين لما تشوف المحيط ماله الطلاب اللي وياه التلاميذ يعرفون حركته شنو، وهي حركة نوراتو. نوراتو هاي شنو؟ هاي نوراتو فلان كرتون تتعامل بالنينجا، حركة نينجا. زين، هذا الطفل اختمرت عنده الفكرة، فأنا بوقتها اعتبرتها مادة علمية هذه، وقعدت لي كم ليلة هم قمت أتابع أفلام كرتون، وهم في نفس الوقت شخصت كم حالة. مثلا الأطفال هسه من تسألهم بيكيمون يحبوها، بيكيمون، نوراتو يباعوا لها، حتى الشباب 16 لحد 20 سنة يتابعوها. كثير من أفلام كرتون يتابعها الطفل والصبي والفتى، لكن يتابعها بشغف، يتابعها بحفظ الأحداث، يتابعها بمراقبة، ويتابعها بشدة وحضور قلب. ومن تجي مثلا أضرب لك إيش كم مثال والأب يمكن ينحرج. المحقق كونان، المحقق كونان طفل هالقد شبرو شوية، هالقدود، لكن شنو مصيبة المحقق كونان؟ مو مصيبة. المحقق كونان يوميا يكتشف جريمة قتل، يوميا، ويوميا تعجز الرجال والمحققين والباحثين والأدلة الجنائية كلها عاجزة، هو يطلع لهم محقق كونان، هو يثبت القاتل ويكتشف القاتل ويلقى القاتل. واسأل الأطفال قل له تحب أمك وأبوك؟ لو كونان يقول لك يا أمي يا أبوي أحب كونان. لكن كونان يوميا جريمة قتل، يوميا جريمة قتل تنعرض. ويا محقق كونان أكو مفردات، هاي المفردات وللأسف الشديد اتعلم الطفل على الميوعة وعلى خلعه للقيم وللمبادئ، فكما يدسون السم بالعسل. هاي وحدة. سلاحف النينجا، افلام كرتون اخرى، 5 سلاحف، ذولا شنو؟ طبعا انت هم شايف سلحفات تلعب كاراتيه؟ بصراحة صلوا على محمد وآل محمد. لكن هاي السلاحف، سلاحف النينجا اسمها، الأطفال يحبوها، كلش يحبوها. بس استقرئ لك 10 حلقات في سلاحف النينجا تلقى بها ألفاظ كلش قبيحة، ألفاظ نابية، ألفاظ من يستخدمها الطفل تلوث فطرته وعقله، وبها لغة الاستفزاز. يعني لما يوقف ويمثلها ويا طفل آخر استفزاز، محتمل الطفل الآخر يضربه وضرب عليه. هاي 2. مسلسل آخر للأطفال يسمونه عندنا أبطال الديجيتال، هو مو اسمه أبطال الديجيتال، هو اسمه اللي صنع وألف والسيناريو في البلد في المنشأ اسمه وحش الديجيتال، مو أبطال الديجيتال أبدا. وهذا أيضا الأسماء مالته بعضهن بها شتم لله وبها فرد إساءة لذوات مقدسة. وهكذا إذا أريد أعرض لك بعد فد 10، هذا طبعا مو بس كلامي، كلام المتخصص أيضا، إذا أريد أعرض لك بعد فد 10 مسلسلات كرتونية كلها تحمل من حيث الاسم، كلها تحمل من حيث السيناريو، من حيث الآلية والألفاظ، من حيث الفكرة اللي تنبث، وهذا موجود في عقول الأطفال بغض النظر عن توم وجيري وفكرتها، وبغض النظر عن باباي اللي مثلا بقت 70 سنة، توم جيري من 1946 إلى الآن، وماكو شخص كبير أو يمكن إلا النادر ما يتابعها. هذا الاستقطاب، هذا الاستحواذ، هذه السيطرة على مقدرات عقل الإنسان وقلبه. أنا سألت طفل
سألته عن 4 أفلام كرتونات قرأ لي إياهن بالحرف الواحد شي يسوون وأسماء الشخصيات، وهو عمره 6 سنوات، يعني في مقتبل العمر. طبعا هذا في مسؤولية منه، بالله عليك، هذا اعطيتك غيظ من فيض. أما بيني ما بين الله روح أسألك متخصص، وروح شوف التقارير العلمية والنسب المئوية اللي هي أقسم لك صادق بلغة الأرقام، نسب مئوية بلغة الأرقام تتحدث لك عن ما تعطيه من دفعات ونفحات في قلوب الأطفال ونفوسهم بسبب هاي أفلام كرتون. والبعض للأسف غافل أنه ما يكلف نفسه. فرد يوم أنا عندي مجموعة قاعدين شخصيات في البيت وقاعد نتحدث ووصلنا لعمق في الفكرة، وندق الباب علي من داخل البيت، بابا طفل عندي طلعت أفلام كرتون، هذا أنا أقعد وياه أتابعها. فاستأذنت من الجماعة، رحت دقائق ورجعت، كلهم انثارت في داخلهم حفيظة السؤال، وصار في داخلهم أن شنو هالمستوى هذا السيد، هذا المخبوص خابص الدنيا يتابع أفلام كرتون. قروها من ظاهر بتفكير ساذج، بس لما قعدت وياهم وانطيتهم بعض الأبعاد بعدين سألت لقيتهم كلهم في ما بعد 2-3 أخذ يعطي من وقته لأن شاف تصرفات عند أولاده، العنف، التفكير السلبي، ضياع الشخصية، غياب القيم، الانحلال، التعامل بلغة العري. الإسلام يقول عمره 6 سنوات، الولد والبنت فرق بيناتهم. شوف، روح تابع بعض المسلسلات الكرتونية، هاي فرقة العدالة مثلا، جامعين لك بها يا شخصية باتمان وسوبرمان ومدري منو بعد، الشخصيات اللي تحبها الأطفال، واسمه فرقة العدالة. لكن شوف ايش كم امرأة تطلع في مسلسل افلام كرتون وهي في الملابس الداخلية. هذا المنظر اللي الإسلام يقول كون الأب والأم ما يشوف الطفل في البيت، ما يشوفه حتى يبقى هاي فطرته تكمل معه، تنمو معه. لذلك احنا الحياء لا نظن أنه بس المرأة تحتاج، الرجل يحتاج الحياء. الحياء قضية ماسة وحساسة. بعض الأطفال الآن يتصرف تصرف وذايبة عند هاي الأشياء، ذايبة ذوبان، ما كأنه الله أودعها في فطرته. إذن هذا دور منه. فحتى نفهم قول النبي صلى الله عليه وآله أن من مسؤولياتك ومن منجياتك من مهالك الدنيا تلزم بيتك، حتى تشوف. لأن أنت بصراحة ما أخفيها عليك، إذا تقعد لك ساعة في البيت وهاي الساعة تخلصها إما على تلفزيون، مباراة، شوف فرد شيء، ما راح تلتفت للعورات الموجودة في التربية وللنواقص الموجودة في التربية. لكن لو شوية مددت الوقت، إيش قد ابنك يقدر يخفي عليك، إيش قد بنتك تقدر تخفي عليك، تقدر تلاحظ، تشاهد. عينك هنا ستكون قريبة من الحدث، هنا ردود الأفعال للطفل عندما يجوع، عندما يعطش، عندما ينفعل. تعال شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول اتركه 7، خل طاقاته تظهر، خل قدراته تظهر، خل إمكانياته تظهر، خليه تحت المراقبة في ال7 الأولى، خليه يبكي البكاء إلى زين، خليه يضحك، خليه يأكل، خليه يمارس الرياضة، خليه كله ممارساته طبيعية. اتركه 7، وقف أدبه 7. تعال علم أدب المشي، أدب الحركة، أدب النوم، أدب الأكل، أدب الكلام، أدب أدب أدب. يحتاج الإنسان التربية والأدب، ما يمكن يستغني عنه.
أدبه 7 ثم اصطحبه 7. هاي رسالة الأب، هاي رسالة الولي للأمر، هاي رسالة الأم والأب على حد سواء.